في الدرس ده هنتكلم على اف زائد اند. انا في اللوجيكال تيست ده اللي هنا انا عايز اعمل شرطين، تمام؟ يعني هنا في اف دي عامله شرط واحد، بقول له لو حصل كذا اعمل كذا، لو ما حصلش كذا هيكون كذا، تمام؟ طيب هنا بقى انا عايز شرطين، هعملها ازاي دي؟ فانا بستخدم اف واند، عامل يساوي واكتب اف. طيب هنا بيقول لي اللوجيكال تيست، قبل اللوجيكال تيست بقى هقول له اند. فهنا بيقول لي اللوجيكال تيست بتاع اند، انت هتعمل ايه؟ انا والله هقول له انا عايز ان التارجت او السيلز بتاعتي لو كانت اكبر من التارجت، تمام، و هنعمل سيمي كولون كاف على طول، ونعمل اللوجيكال تيست التاني. اللوجيكال تيست التاني هيقول ايه؟ والله هقول له ان الريتيرنز مثلا، هقول له ان الكلاينتس مثلا، النيو كلاينتس اكبر من 5، وهقفل القوس. فهقول له لو كان الكلام ده مظبوط، لو انت حققت لي الشرطين دول اعمل لي بقى توب بيرفورمر اللي هو اداؤه عالي. فهنعمل سيمي كولون برضو كاف على طول، و هنا بيقول لي الفاليو اف ترو، لو كان الحاجه دي مظبوطه هنعمل ايه؟ هنكتب توب بيرفورمر. هنكتب توب بيرفورمر على طول كده؟ لا، هنعمل شيفت طه اللي هي ايه؟ دبل كوتيشن، صح مظبوط. وهنكتب ايه؟ توب بيرفورمر. توب بيرفورمر، ونقفل ايه؟ الدبل كوتيشن دي بالشيفت طه. طيب لو كان اف فولس هنعمل شيفت كاف، كاف على طول، وايه هنقول له دبل كوتيشن، ونقول له نيد فولو اب، محتاج ايه؟ لمتابعه. ونقفل القوس او الدبل كوتيشن، ونعمل شيفت صفر عشان نقفل القوس، وندوس انتر. في حاجه مش مظبوطه، ايه هي؟ تقدر تطلعها؟ شوف كده ايه اللي مش مظبوط. هسيبك 3 ثواني بالظبط. الدبل كوتيشن اللي هنا مش مظبوطه، انا عامل هنا ايه؟ نقطتين فوق بعض، المفروض اعمل دبل كوتيشن، تمام، وادوس انتر. طيب خلينا نقرا المعادله. هنا بيقول لي ايه؟ اف واند، تمام. قلت له هنا السي 4، تمام، اكبر من الدي 4. الدنيا هنا لحد هنا مظبوط. وبعدين هنا عامل نقطتين فوق بعض، لا هنا مش نقطتين فوق بعض بقى، هنا هنعمل ايه؟ كاف. وبعدين خلينا نقرا المعادله للاخر. قلت له هنا اف، قلت له ايه بعدين؟ عايز الاف ايه؟ اف 7 او اف 4 اكبر من 5. طب ايه دخل الدي دي هنا مش مظبوطه، نحذفها. يبقى هنا السي 4 اكبر من دي 4، والاف 4 دي اللي هو النيو كلاينتس اكبر من ايه؟ من 5. لو كده اعمل لي توب برفورمر، لو مش كده اعمل لي نيد فولو اب. بعدين هدوس انتر، كده المعادله مظبوطه. وادوس هنا دبل كليك وهيجيب لي باقي الخلايا. وكده احنا خلصنا الاف والاند والاف زائد اند. وان شاء الله اشوفكم الدرس اللي جاي. وطبعا ما تنسوش لو انت عايز تبدا في الباور بي اي، في انا سايب لك كورس على يوديمي، ممكن تشترك فيه في الرابط اللي في التعليقات او في الوصف. ولو عايز تكمل معانا السلسله خليك متابع معانا، وان شاء الله اشوفكم الدرس اللي جاي.